انا المغرب وطنجة خاص يعني عزيز علي كثير. انا زوجتي من طنجة وانا كثير يعني مبسوط وسعيد بكون هون معكم اليوم، ولاول مره حفله في طنجة. وسمعت القاعه حتكون فول، وان شاء الله متوقع حفله جميله مع جمهور جميل ان شاء الله. الحلم انه اكون شرطي كان يعني حلم، هو واحد صغير في عنده احلام كثير يعني. كنت حابب اكون شرطي، كنت حابب اكون اطفائي، استرونوت. شو الاسترونوت؟ رائد فضاء. فضاء، نعم. رائد فضاء. رائد فضاء بالضبط. وشغلات كثير يعني. بس الموسيقى كانت هناك يعني، كانت يعني من انا وصغير الموسيقى في حياتي. كبرت اكيد وعشت في السويد طول حياتي، كان في عندي اصدقاء كمان يحبوا الموسيقى ويشتغلوا في الموسيقى. كان هوايه يعني، هوايه اكثر من شغل. الحمد لله بعد الالتزام حسيت في المسؤوليه، الموهبه اللي الله سبحانه وتعالى اعطيني اياها، حسيت بس حبيت بس استخدمها لنشر رساله الاسلام بس. واكيد انا راضي عن الموضوع يعني. السؤال الثاني كان عن اختيار ان شاء الله صح الفيديو بتاع تعامل مع مايك هاريس. لا اكيد هو التعامل كان اتفاقي من خلال شركه الانتاج تاعتنا، والحمد لله كان يعني الفيديو تاعي ان شاء الله والاغنيه ان شاء الله كانت من يعني اسباب النجاح تاعي، والحمد لله انا يعني اكيد راضي. هو شوف عامة في حياة معينة للفنانين، ماشي؟ يعني الفنان مش حيعيش ابدا يعني، في حياة يعني، في وضع معين. بس اكيد في الواحد لازم يفكر ولازم يكون بيخطط للمستقبل. انا الحمد لله انا بشتغل بشركة يعني انتاج، وكلنا مع بعض بنقعد يعني بنجتمع ونفكر ايه الاحسن الخطوة اللي هناخدها، وفي عندنا اكيد تخطيط يعني لقدام ان شاء الله. انا لسه بس عندي البومين اثنين، لسه في عندي يعني ان شاء الله مجال كثير، ونفكر كيف على طول نفكر شو نحب نقدم للناس عشان نضلنا مواصلين ان شاء الله. نعم في تخطيطات، وانا اشتغل مع مثل ما قلت شركه انتاج، وفي ناس كثير يعني كل واحد يحب يعني يقولوا الافكار في الموضوع ان شاء الله.